هل سألت نفسك يوما لماذا نشعر بالانعزال داخل مدننا الحديثة رغم تكدسنا؟ في مدينة شبام بحضرموت، العمارة لم تكن مجرد جدران للسكن، بل كانت تكنولوجيا اجتماعية مصممة لدمج الناس. شفرة المكان هنا تبدأ من الأعلى، من جسور خشبية تربط بين أسطح المنازل، تجعل المدينة نسيجا واحدا لا ينفصل. اليوم سنكشف كيف يمكن لتفصيل معماري بسيط أن يغير شكل المجتمع، وكيف تحولت شبام من حصن دفاعي إلى وعاء للترابط الإنساني المطلق. الصراع الداخلي الذي واجهه البناء في شبام كان كيف نحقق الخصوصية الكاملة للعائلات وفي نفس الوقت نؤمن التنقل والحماية. الحل جاء بابتكار المسالف أو الجسور المعلقة. هذه الشفرة سمحت للنساء وكبار السن بالتنقل بين 4 أو 5 منازل دون الحاجة للنزول إلى الشارع المزدحم أو مواجهة شمس الصحراء الحارقة. لقد خلقوا مدينة فوق المدينة. الرهان كان على كسر حاجز العزلة، فالمبنى في شبام لا ينتهي عند جدرانه الخارجية، بل يمتد ليعانق جاره، مما حول المدينة إلى برج واحد عملاق يضم 500 ناطحة سحاب. لحظة الانكسار بدأت مع التحول الاجتماعي في العقود الأخيرة، حيث بدأ العمل بهذه الجسور ينحسر، وانكمشت العلاقات بين الجيران لتقتصر على بيتين فقط. هذا التغيير المعماري هو انعكاس لكسر في الشفرة الاجتماعية. الصراع الخارجي اليوم هو ضغط المدنية التي تفرض علينا العيش في شقق منعزلة لا نعرف من يسكن بجوارها، مما أدى لفقدان الحس المجتمعي الذي جعل شبام صامدة لقرون. جمال المكان يبدأ من فهمنا لقصص سكانه. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا لتصلك كل شفرة جديدة. شارك الفيديو مع من يحن إلى حياة الجوار الحقيقية، وشاهد فيديوهاتنا السابقة عن فلسفة الفتحات والتهوية لتعمق معرفتك بشفرة المكان. التحدي الجديد هو اكتشاف أن تصميم شبام الداخلي يتبع تسلسلا وظيفيا صارما يحترم المجتمع. الدور الأرضي للمواشي، ثم طوابق لاستقبال الرجال، ثم طوابق للعائلات، وصولا إلى الأسطح المشتركة. هذا التدرج العمودي لم يكن عشوائيا، بل كان يهدف لخلق خصوصية كاملة رغم ضيق المساحة. الشوارع الضيقة المتعرجة ليست عيبا هندسيا، بل هي مصائد للهواء البارد وظلال طبيعية تحمي المشاة. النتيجة النهائية هي أن المكان هو من يشكل أخلاقنا. في شبام لا يمكن أن تعيش وحيدا، العمارة تفرض عليك التعاون. التغيير من البداية للنهاية يظهر أننا فقدنا الجسور ففقدنا الإنسان، والنتيجة الصادمة أن شبام رغم ضيقها تمنح سكانها شعورا بالفضاء والحرية لا تمنحه أوسع الفيلات الحديثة المنعزلة بأسوارها العالية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.